السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. صح فطوركم لجميع الامه الاسلاميه، خاصه الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. نقول لكم صح فطوركم، ان شاء الله يتقبل مني صيامكم وكذلك قيامكم. على كل حال، في هذا الفيديو اعزائي الكرام راح اشارك معكم اخر اخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر امامكم. بدون اطاله نبداو بالخبر الاول اعزائي الكرام، واللي يتعلق بيوسف بلايلي، والذي اعتقد باللي انه جميع الجزائريين اعزائي الكرام على بالهم بهذا الخبر، لانه انا تاخرت قليلا في مشاركه معكم هذا الخبر. يوسف بلايلي رسميا عاد الى فريقه وتدريبات مع فريقه نادي اجاكسيو، بعدما ان كانت هنالك بلبله كثيره حدثت في الاعلام الفرنسي مؤخرا. طبعا نادي اجاكسيو عمل بيان رسمي اكد فيه وخرج عن صمته ووضح لنا كل ما هي صغيره وكبيره بخصوص ملف هذا اللاعب مع الفريق. طبعا اكد النادي قائلا: قرر نادي اجاكسيو يوم الثلاثاء 28 مارس منح يوسف بلايلي بضعه ايام اضافيه بسبب الاصابه العضليه التي تعرض اليها، وتم ابلاغ الطاقم الطبي والرياضي ومتابعه رعايه اللاعب. وطبعا استقبل المدرب أوليفي والمنسق الرياضي يوهان كافالي يوسف بلايلي صباح اليوم بسبب تأخره لمدة 48 ساعة فيما يتعلق بموعد عودته المتفق عليه. ويوسف بلايلي حاليا سيمر في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الفني وكذلك أيضا الطبي. واللاعب عاد بمعنويات عالية كما تشاهدون أعزائي الكرام، مثل ما تشاهدون أعزائي الكرام في هذه الصور التي شاركها معنا الفريق. ما راهش هنا المشكل وين راه؟ المشكل هو أن الإعلام الفرنسي، ليكيب الفرنسية وكذلك العديد من الجرائد الفرنسية تكلموا عن تمرد هذا اللاعب مجددا. شاركنا معكم ديجا أخبار سابقا حسب نفس المصادر ليكيب الفرنسية التي روجت لإشاعات كبيرة جدا، وقالوا باللي أن اللاعب إدارة الفريق تفكر جديا في فسخ العقد نتاع يوسف بلايلي مع الفريق، لكي يتضح لنا باللي أن كل هذه الأخبار كانت كذب في كذب، مصادرهم غير موثوقة وغير رسمية للأسف الشديد. عندهم بعض المصادر ولكن المصادر مش صحيحة. اللاعب والإدارة نتاع الفريق قالت لكم لا، احنا هم اللي عطيناه هذيك المهلة من الوقت، عطيناه إجازة بسبب الإصابة التي تعرض إليها، وحاليا تستقبلوها أعزائي الكرام بشكل عادي. أنا ما فهمتش علاش صارت هذه البلبلة في هذا الوقت بالضبط. ما راناش فاهمين أعزائي الكرام. الإعلام الفرنسي هنا نقطة سلبية تحتسب ضده للأسف الشديد. الكيب الفرنسية اتضح لنا بلي أن ما عندهاش مصادر موثوقة ورسمية، وروجت لفكرة كانت قادرة راح تأثر على اللاعب ومع الإدارة نتاع الفريق، ولكن الفريق أحييه اللي خرج بمثل هذا البيان، وكذب جميع الإعلام الفرنسي وكذلك بعض الإعلاميين الآخرين. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي. حاليا راح أشارك معكم قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وطبعا ها هي الأندية الظاهرة أمامكم. وطبعا احنا نركزوا على الأندية الجزائرية. اتحاد العاصمة المشارك في هذه البطولة سيلاقي الجيش الملكي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، فنتمنوا له كل التوفيق. اليوزما إن شاء الله أعزائي الكرام يتفوقوا على هذا الفريق، وإن شاء الله التأهل إلى النصف النهائي. نأتي الآن إلى الخبر الموالي. كما يعلم الجميع حاليا كان 2025 راح منحصرة بين بلدين، الحقيقة تقال بين الجزائر وبين المغرب. عندهم زوج ملفات أعزائي الكرام قوية، وطبعا حاليا كل من المغرب والجزائر يتنافسوا باه ينظموا كان 2025. احنا للاسف الشديد ما عندناش ايادي خفيه تحت داخل اروقه الكاف، ليس عكس المنتخب المغربي او المغرب للاسف الشديد اللي عندهم فوزي القجع، واللي كاين العديد من الادله تؤكد لنا صحه هذا القول اعزائي الكرام باللي انه يتحكم في الكاف. مش هنا راه المشكله اعزائي الكرام، لانه الجزائر عندها بنيه تحتيه، وبرهنت للجنه اللي جات اعزائي الكرام هنا للجزائر باللي انها قادره على شقاها، قادره تنظم كان 2025 بدون اي مشاكل. وديجا كانت عندنا تجارب مع الشان ومع العديد من البطولات احتضنتها الجزائر بدون اي مشاكل. الحمد لله هذه النقطه تحتسب للجزائر، ولكن الكاف حاليا حسيت باللي انه راه مع صف المغرب للاسف الشديد. وحفيظ دراجي قالها اعزائي الكرام باللي انه الكاف جميع الاعضاء وافقوا باه يصوتوا على الملف الخاص بالاتحاد المغربي لكره القدم باه يحتضنوا الكان وليس الجزائر. والجزائر راه معطينا واحد لاطات اعزائي الكرام بعيده بزاف للاسف الشديد. واليوم بيان سبورت صرحت لنا قائله أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي يصادق بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. الكاف تقدم الدعم الكافي للمغرب، وكذلك الأعضاء كامل أكدوا دعمهم الكامل لترشيح المغرب باعتباره ترشيحا إفريقيا.
على كل حال ربي سهل على المغرب يعني باه تترشح لهذه يعني الطبعة الخاصة بالمونديال، ربي سهل عليهم. ولكن الكاف والأعضاء نتاع الكاف ما دام أنهم كامل صوتوا يعني وكامل راح يقدموا الدعم للمغرب، فهذه حاجة باينة أنه كان 2025 راح تكون للمنتخب أو عفوا للبلد المغربي، حبيته بالكواليس ولا بهدية من الكاف. علاش؟ ممكن تروح علي السؤال. ما دام أنه المغرب حاليا ترشحت باه تحتضن المونديال سنة 2030، فلازم يبينوا أعزائي الكرام للفيفا باحتضان راقي باه يعني يزيدوا يقويوا الدوسي نتاعهم أعزائي الكرام، يعني بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال باه يحتضنوا يعني كأس العالم 2030. الكاف حاليا راح تمهد الطريق باه تمد يعني الكان الخاص بسنة 2025 للمغرب، باه هذاك الكان اللي راح تحتضنه المغرب اعزائي الكرام راح يدافع او ايضا انه راح يزيد حظوظ المغرب باه يعني تفوز بهذا التنظيم الخاص بمونديال سنة 2030. يعني كل شيء يعني أخيط الحكاية بدات تبان أعزائي الكرام للعين المجردة. وحفيظ الدراجي قالها سابقا باللي أنه المغرب يعني راح تفوز بتنظيم كان 2025، وحاليا كي راح تترشح لهذه البطولة بطولة كأس العالم، الكاف راح تهديهم مش راح تمدلهم، راح تهديهم أعزائي الكرام يعني تنظيم كان 2025. بهذا التنظيم أعزائي الكرام يساعد المغرب بهذا الترشح لمونديال 2030. كل شيء واضح أعزائي الكرام، كواليس كثيرة ضد يعني ملف الجزائر، وهذا ما كنا نكشفه لكم سابقا للأسف الشديد. وحاليا أعزائي الكرام يبدو أن الخبر اللي شاركته معكم حاليا هو اللي راح يكون في نهاية المطاف ويتحقق فوق أرض الواقع، والجزائر مثل ما قال حفيظ دراجة راح يعطيوها وحدة الكان يعني بعيدة بزاف للأسف الشديد. ربما اوريكم انتم في صندوق التعليقات يعني بالكواليس ولا بدون كواليس الكاف راها مهد الطريق الى المغرب باه تحتضن كان 2025. وكما قلنا وكما قال ايضا حفيظ دراجي كامل الاعضاء يعني امروهم بدعم ملف المغرب، فراح يدعموهم في الكان وراح يدعموهم حتى في المونديال، ويعني يؤكدها لنا بيان سبورت باللي انه راح يدعموهم في ملفهم باه يترشحوا للمونديال، وذلك بشكل كلي. الكاف كلها والاعضاء كامل راح يرشحوا ويعني يصوتوا للمغرب باه يدفعوها باه تترشح يعني للمونديال للاسف الشديد. ولكن الجزائر يعني للاسف الشديد ما قد عندنا بنيه تحتيه وكل شيء من هذا القبيل، الا انه في نهايه المطاف الكاف اصبحت في صف يعني المغرب. بالنسبه للخبر الموالي، صرحت توكو كارل إيكامبي، يعني هذا الاسم اعتقد باللي انه راسخ في جميع اذهان الجزائريين، صرح قائلا: افضل لحظه في مسيرتي الدوليه هي الهدف القاتل في شباك المنتخب الوطني الجزائري يعني الذي اهلنا الى مونديال قطر سنه 2022. تكلم عن العديد من النقاط ومن بينها يعني الهدف الذي سجله في الدقائق القاتله. وبالنسبه له كلاعب منتخب كاميروني حاجه باينه تكون افضل لحظه في مسيرته، ولكن احنا بالنسبه لنا كانت احزن ويعني صدمه بالنسبه للجمهور الجزائري انذاك. ولكن هذا مش موضوعنا نتكلم عليه حاليا. كذلك تكلم اعزائي الكرام عن يعني العنصريه التي تعرض اليها متوسط ميدان اولمبيك ليون حسام عوار في نادي اولمبيك ليون، حيث صرح قائلا: حسام عوار يعتبر ابرز اللاعبين الذين ترعرعوا في الفريق، لكن عوار رغم انه كون في ليون الا انه مختلف، وشوفوه كلاعب مختلف، أي يقصد أن التعامل معه بطريقة مختلفة من قبل المسؤولين في النادي الفرنسي بحكم جنسيته الجزائرية. فكنا نقول لكم باللي أن اللاعب يعاني مع نادي أولمبيك ليون ويتلقى ضغوطات كبيرة، ما كناش غالطين أعزائي الكرام. توكو كارل إيكامبي كشف لنا هذه النقاط حاليا. أما بالنسبة للخبر الموالي، صحف عالمية كثيرة تهجمت على مدرب نادي نانت الفرنسي وأكدوا يعني تضامنهم مع نجم المنتخب الوطني الجزائري ألا وهو جوان حجام بتمسكه بقيمه وأيضا بكلمته وبدينه الإسلام باه يصوم رمضان أعزائي الكرام ولا يفطر من أجل يعني بضع مباريات. حتى الإعلام المصري شكروها أعزائي الكرام، يعني قائلين: موقف جوان حجام من مدربه يعني في نادي نانت يعني راح يكتب تاريخ كرة القدم، راح يكتب في التاريخ عفوا. فصراحة شكرا للإعلام المصري وشكرا لجميع الجرائد اللي وقفت مع يعني جوان حجام في هذا الوقت بالضبط أعزائي الكرام. يعني ما تجيش مباراة أو مباراتين أو حتى 4 مباريات يعني تفسد لك الدين نتاعك، لا، شكرا للاعب أعزائي الكرام وحنا ندعموه بطبيعة الحال في كل الأحوال. بالنسبة للخبر الموالي، وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي كشف لنا عدم يعني تمثيل مبابي المنتخب الوطني الجزائري بحكم أن والدته من أصول جزائرية. صرح قائلا: لماذا لاعب مثل مبابي الذي كان قادرا على اللعب للجزائر أو الكاميرون فضل اللعب لمنتخب فرنسا؟
لأن الخيار المنطقي هو تمثيله لمنتخب البلد الذي نشأ فيه وتكون في مدارسه. الأمر الطبيعي هو أن تختار أو يختار اللاعبون البلد الذين يعيشون فيه، وهنالك لاعبون مطالبون في مرحلة ما بأن يقوموا بتحديد المنتخب الذين سيمثلونه. وحدهم مزدوجو الجنسية من يفهمون ما يمرون به. هنالك خيار القلب في نهاية المطاف، ولا يجب أن تختار منتخبا بعدما أن أغلقت عليك الأبواب في جهة أخرى. راه يلمح لخيار القلب وليد الركراكي، وكشف لنا عن سبب عدم اختيار هذا اللاعب المنتخب الوطني الجزائري واختياره منتخب فرنسا ولا حتى أيضا منتخب الكاميرون، بحكم أنه والده من أصول كاميرونية. أما بالنسبة للخبر الموالي أشارك معكم جديد الكاف والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبعثرته أوراق العديد من الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، المنتخبات هزي كما نتكلم. طبعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يسير حاليا نحو إعلان تقديم موعد الجولة الختامية من تصفيات المؤهلة لمسابقة الكان المقررة مبدئيا في شهر سبتمبر، ودمجها في نفس فترة الجولة الخامسة أي خلال شهر جوان المقبل. كما يعلم الجميع مازال باقي لنا زوج مباراتان، مالغري أن المنتخب الوطني الجزائري ديجا كاليفي الكان القادمة. عندنا مباراة أمام أوغندا في جوان، وعندنا مباراة أمام تنزانيا في سبتمبر. ولكن الكاف واش راح حابه دير على الذاكره؟ حابه تجمع هاتين المباراتين في شهر جوان، باه نلعبوهم على الذاكره في شهر جوان، وهذا مما سيعرقل مسار العديد من الاتحادات على الذاكره لكره القدم هنا في افريقيا، مثل المنتخب الوطني الجزائري اللي ديجا بدا يتصل مع منتخبات باه يلعب مباراتين على الاقل وديتين في فترة جوان وكذلك في فترة سبتمبر. ولكن الكاف بعثر أوراق الاتحادات كرة القدم الإفريقية من بينها المنتخب الوطني الجزائري بهذا التغيير. فما وراكم انتم في صندوق التعليقات؟ الكاف النية نتاعها هو أنه حبت تجمع هاتين المباراتين أعزائي الكرام في شهر واحد، باه يخليو المجال للأيام المقبلة والتربصات المقبلة باه يديروا مباريات ودية استعدادا للكان. ولكن بما أن الجزائر اتصلت ببعض المنتخبات راح يديروا مباريات ودية، في كل مباراة رسمية معها مباراة ودية، حاليا أعزائي الكرام كل شيء راح يتبعثر. فخبرونا رأيكم انتم في صندوق التعليقات. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.